نكمل حل باقي السؤال التاني ده اهو. هنيجي على رقم 6. بصوا كده ركزوا معايا. جذر 7 أس 2 في 3 جذر 3 على 7 جذر 3. طب قولي لي يا رنا، أول حاجة الجذر التربيعي لسبعة أس 2 دي هتساوي ايه؟ مم. كم؟ جذر 49. كم؟ جذر 49. تمام. طب هو جذر 49 بكام؟ 7. 7. تمام. طيب، فاكرين من شوية لسه قايلين دلوقتي ان لما تلاقي جذر التكعيبي لخمسة كل أس تلاتة، احنا قلنا أس تلاتة ده بيطير الجذر التكعيبي خالص، تنزل بخمسة. كذلك لو قلت جذر 7 كل أس اتنين، أس اتنين دي بتطير الجذر التربيعي خالص فهتنزل ب7. خلاص. في 3 جذر 3 على 7 جذر 3. ماشي. كملي يا رنا. هنضرب بقى البسط في البسط وبعدين اقسم على المقام. طيب، لو في فرصة ان انا اختصر يا ريت يبقى احسن. بصوا لو اختصرت هتبقى عاملة ازاي. شايفة ال7 دي تطير مع ال7 دي، والجذر 3 دي تطير مع جذر 3 دي، هيتبقى عندي ايه؟ 3. يبقى الإجابة طلعت 3 بس. تمام كده. مفهومة؟ اه. تمام. نكمل. لو جينا مثلا بصينا على رقم 7 دي يا ولاد، 2 جذر 3 شكلها مرعب، في 2 جذر 7 على 7 على 20 جذر 3 على 5 جذر 7. ويبقى اتعامل معاها ازاي دي يا مس؟ عادي خالص. انا شايفه في هنا ضرب في اسمه، في اسمه وشغلانه بيضه كده، صح؟ طيب، انا ممكن اعمل ايه؟ الضرب والقسمه اللي بيجي لي الاول بيخلص الاول. تمام. بمعنى ايه؟ ممكن اعمل ايه؟ ممكن اضرب 2 جذر 3 في 2 جذر 7 فوق هنا كده. ماشي. والعلى دي اروح مشقلباها فيه واروح ايه؟ عامله مقلوب ده. خدت بالكم؟ طيب، تعالوا كده نعملها. 2 جذر 3 في 2 جذر 7. هضرب 2 في 2 ب4. بس أنا مش عايزة أضرب جذر 3 في جذر 7 عشان هتنفعني بعد شوية. خلاص. يبقى أحط جذر 3 زي ما هي كده، في جذر 7 جنبها وهي وليه، وعلى 7 تحت أهي اللي هي اللي تحت دي. على دي أخليها فيه، وأروح مشقلبة ده. 5 جذر 7 على 20 جذر 3. تمام. تمام. بعد كده نشوف هنعمل ايه، نختصر بقى. طيب، 5 مع 20 تختصر، صح؟ 5 على 5 فيها الواحد، 20 على 5 فيها الأربعة. طيب، ايه رأيكم لو الأربعة دي طارت مع الأربعة دي؟ أيوة ينفع اهو، اختصار اهو، طيروا مع بعض. تمام. طب الجذر 3 دي لو طارت مع الجذر 3 دي هيحصل حاجة؟ لا، ما هم نفس العدد يمس يطيروا مع بعض طالما بسط ومقام، ما عنديش أي مشكلة. هيتفضل عندي فوق ايه بقى؟ في عندك هنا جذر 7 مضروبة في الجذر 7. جذر 7 في جذر 7 ب7. دي عاملة زي جذر 7 الكل أس 2. قلنا الأس 2 بيطير الجذر التربيعي فهتنزل 7. خلاص. على 7 في 1 هنا مبقاش في حاجة، ادينا 7. طب 7 على 7 فيها الواحد بس. مفهوم كده؟ اه. تمام. نمسح. طب حد يحل بقى معايا اللي جاية دي يا سارة، يلا. دي جذر 5
على 5 في 4 جذر 5 على 12 جذر 2، وهنا على 1 على 3 جذر 2 اهو. قولي لي يا سارة، تفتكر هنعمل ايه؟ هم؟ لو في إمكانية إن أنا أختصر وأبسط كده قبل ما نبدأ نضرب ونقلب علامة الكسر واللي هو الإعالة تبقى فيه والكلام ده كله، يا ريت عشان المسألة تبقى مبسطة شوية عن كده. فمثلا لو بصيت هنا هلاقي الأربعة دي تختصر مع ال12، 4 على 4 فيها الواحد، 12 على 4 فيها التلاتة. تمام. خلاص طيب. تمام. لو أنا جيت ضربت جذر 5 في جذر 5 بكام يا سارة؟ 25. اللي هي جذر 25 صح، اللي هي بيساوي كام؟ 5. أنا قلت لك بقى بصي، لو قال لي جذر 5 في جذر 5 هيساوي الرقم اللي تحت الجذر على طول ب5. لو قال لك جذر 3 في جذر 3 هيساوي 3. لو قال لك جذر 12 في جذر 12 هيساوي 12، وهكذا. خلاص. على، بصوا، دي 3، خلي بالكم. 5 في 3 بكام؟ ب15، وجنبهم جذر 2. صح. تمام. مهم. على هقلبها فيه وروح مش قلبها، ده يبقى 3 جذر 2 على 1. طب تمام، حلو قوي. بعد كده ممكن اختصر ال3 دي مع ال15 دي. 3 على 3 فيها الواحد، 15 على 3 فيها ال5. تمام. طب هي ال5 دي مش تقتصر مع ال5 دي؟ اه يا مس مفيش اي مشكله. بصوا ركزوا كده، يبقى فيها الواحد هنا فيها الواحد. شايف الجذر 2 ده وجذر الاتنين اللي فوق ده برضه يطيروا مع بعض اهو. تمام. هيتفضل لك فوق واحد في واحد بواحد، وتحت واحد في واحد برضه بواحد، يبقى الناتج بتاعي طلع ايه يا ولاد؟ 1. تمام. تمام. امسح. اه. اوكي. تمام. ده بالنسبة للسؤال الايه التاني والافكار اللي موجودة فيه. طيب، لو جينا بصينا بقى ازاي نضرب العدد في الجذر ده، هناخد بقى اللي هو ايه الضرب، زي عامله زي اللي هي ضرب الحدود اللي اسمها ايه الاعداد في الحدود الايه او المقادير الجبريه اللي احنا خدناها قبل كده، بتتعامل نفس المعامله بالظبط. ماشي. فمثلا عشان نوضح اول مثال، مثلا سهل جدا، لما يقول لي 2 افتح قوس جذر 2 في جذر زائد جذر 5، فاحنا بنوزع الاتنين على القوس ده اهو. خدت بالكم؟ فالاتنين دي مرة تتضرب في جذر 2 ومرة تتضرب في جذر 5. اوكي. 2 في جذر 2 بكام؟ ب2 جذر 2، زائد 2 في جذر 5 ب2 جذر 5. بس كده. صح كده؟ تمام يا بنات؟ تمام يا مس. ماشي. طب قولي لي يا رنا، عايزة اضرب السالب جذر 3 في الايه؟ في القوس ده. سالب جذر 3. سالب جذر 3 اضربها في سالب 5 هتديني ايه؟ -5 وسالب. ما لا، هو هقول لك سالب. بقى، سالب في سالب بموجب. طب 5 في جذر 3 ب5 جذر 3. تمام. بعد كده سالب جذر 3 في سالب جذر 3، سالب في سالب برضو بموجب. جذر 3 في جذر 3 بكام؟ هم؟ جذر 9. كم؟ جذر 9. اللي هي 3. ما انا قلت لك بقى، لما تضربي جذر 3 في جذر 3 خدي الرقم اللي تحت الجذر وحطيه بس من غير جذر. جذر 9 في جذر 9 ب9. جذر 10 في جذر 10 خدي الرقم اللي تحت الجذر وحطي 10 بس، وهكذا. خلاص. تمام طيب. نيجي اللي بعدها بقى اللي تحتها على طول اهو. لو قال لي جذر 7 مضروبة في 2 على جذر 7 ناقص جذر 7 زائد 3 ويساوي، نفس الفكرة بالظبط. هوزع الجذر 7 على القوس اهو، يتضرب في ده ويتضرب في جذر 7 ويتضرب في ال3. تمام.
جذر سبعة لما يجي يتضرب في الاتنين على جذر سبعة، هلاقي ان جذر سبعة ده يطير مع جذر سبعة ده، يتفضل لي اتنين بس، ناقص جذر سبعة في جذر سبعة بسبعة. طب جذر سبعة في تلاتة بتلاتة جذر سبعة. خلاص. اتنين ناقص سبعة يساوي ايه؟ شرط الكبير واطرح، الكبير هنا سالب اللي هو السبعة، هيبقى سالب سبعة ناقص اتنين يدينا خمسة. يبقى سالب خمسة زائد تلاتة جذر سبعة، هي دي أبسط صورة. تمام. فاهمينها يا جماعة؟ أيوة. اه. اوكي. طيب ممكن نفصل وندخل تاني.